أنا ليه بحب أمي؟ الأم وما أدراك ما الأم. أنا عمري ما سمعت أمي بتقول لأبويا بحبك، لكن كنت كل يوم بشوفها سايباله أكبر وأحلى قطعة في الأكل. معلمتنيش أحترم أبويا بالكلام، لكن ما كانتش بتمد إيدها على الأكل إلا لما يمد إيده هو الأول وياكل. ما كانش معاها موبايل تطمن عليه، لكن كانت بتقعد على باب البيت بالساعات مستنياه يجي، وهو داخل البيت تقوم واقفة وما تقعدش إلا بعد هو ما يقعد. لما يدخل ينام كانت تعمل حظر تجوال في البيت، ولا نفس ولا حد يتكلم علشان أبوي يرتاح. ولو اتظلمت من حد نقول لها روح قولي لأبويا، تقول لك لا، مش عاوز أزود عليه همومه، كفاية عليه هموم الدنيا. ماذا بينك وبين الله يا أمي إذ كانت الجنة تحت أقدامك، فما فوق رأسك يا أمي الجنة تحت أقدام الأمهات. لو مرة تعب أو عيه تفضل طول الليل سهرانة جنبه، مرة تحط كمادات ومرة تدلك ومرة تدعيله. لما كنا نمرض تفضل جنبنا وتعيط وتفضل طول الليل سهرانة لحد ما نقوم ونبقى زي الفل. أمي هي اللي علمتني هيبة أبويا جوايا وأنا صغير، كنت بقلدها في كل حاجة بتعمله معاه. أمي هي اللي صبرت وكبرت وربت ونسيت نفسها وضحت عشاننا. أمي بتصحى قبلنا وبتنام بعدنا، وعمره ما حد حس بتعبها. مهما الدنيا اديتك هتفضل الأم هي البركة والدعوة المقبولة وقت الضيق. اللي عاوز بيت ناجح وأولاد صالحين يتجوز زوجة صالحة وتكون أم صالحة. كل خير احنا فيه دلوقتي سببه دعوة أم مقبولة من جوه قلبها. الأم هي المدرسة الأولى في الحياة اللي بتعلم ولادها من غير شرح، مجرد بس أفعالها هو الدرس. ربنا يبارك في كل أم لسه عايشة، وربنا يرحم كل أم توفاها الله.